بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما من مطبخ همسة الجزائرية جبت لكم وصفة تاع بريك عنابي سهلة ماهلة، ما تاخدش الوقت بزاف وما تاخدش مكونات كثيرة. المكونات تاعها دائما يكونوا عندنا في رمضان يعني، وبلا رمضان يعني هذه المكونات بسيطة جدا، ما نحتاجوا فيها لا اللحم لا سكالوب لا حتى حاجة، يعني اي نوع من انواع اللحوم ما نحتاجوش هنا في هذا النوع تاع البوراك. بصراحة يعني أنا من النوع اللي نفضل أنه البوراك ما يكونش فيه لحوم، لأنه باقي أطباق المائدة في الشهر الفضيل تكون تقريبا كلها باللحوم، يا إما لحوم حمراء يا إما لحوم بيضاء. نفضل أنه المملحة تكون ما فيهاش لحوم بزاف، تكون فيها فقط أنواع تاع الفرامج. هذا مكان نروح مباشرة لطريقة التحضير. تحتاجي كونتيتي تاعك تاع البطاطا. أنا هنا 4 حبات بطاطا، داولي 4 حبات تاع بوراك، يعني 4 حبات تاع بريك. البطاطا متوسطة، نقيها صفيها غسليها وفوريها ولا غليها في البرمة كيما تحبي، كل واحد كيفاه يحب يدير. انا هنا كنت مزروبه شويه، درتها في لاكوكوط، قفلت عليها من با 3 مينوت كانت وجدت لي. بعد ما طيب البطاطا تاعك تماسيها، ضيفي لها شويه فلفل كحل، ضيفي لها شويه ملح، وهذيك المقدار تاع المعدنوس اللي كنتي وجدتيه. انا ما نشتيش البريك بالدبشه، مي كاينين اللي يعملوه بالدبشه، يفضل يعني تستعملي فيه المعدنوس باش يجيك بنين. هنا تحطي معاهم صفر تاع بيضه وتخلطي مليح وتخليهم يبردوا. ماذا بيك ما تستعمليش هذا الحشو في البوراك وهو سخون. اذا كنتي مزروبه مثلا تقدري تغطيه تخرجيه برا شويه يبرد. كما دركا رانا الحال بارد، وفي رمضان ان شاء الله الشهر الفضيل راح يجي في شهر 2 اكيد راح يكون الحال بارد، يعني ماهوش راح يقعد لك سخون هذاك الحشو تاعك. فوالا حبيباتي، هنا باش ديري البريك وتضمني انه ما يتحلكش، ديري ورقه كامله تاع ديول وزيدي النصف في المنتصف. هذا الديول تاع العائله معروفين انهم ملاح، مي اذا كنتي راح ديري هذاك النوع الاخر الخفيف ماذا بيك تضمني انها ما تتقطعلكش. فوالا حبيباتي، تحطي هذيك لا كونتيتي تاعك تاع البطاطا، تزيدي حبيبات تاع الفرماج، ولا تقدري هنا تستبدلي الفرماج هذا تاع القطع بالفرماج هذاك تاع اللي نعملوه في لي زومبورغر، هذاك المربعات، هذاك ثاني يذوب ويجي هايل. هنا حبيباتي انا تعمدت اني نفتح الصفار تاع البيضه، لانه عندي ولدي ما يحبش الصفار هذاك يجي مجمول وما يطيبلوش. تعمدت اني اول حبه نفتح فيها الصفار، هذه ثاني حبه عملتها خليت الصفار تاعها مجمول، وحتى كي نطيبهم نخلي هذاك الصفار تاع البيضه يقعد سائل. وعندي في العائله اللي يحبوا سائل وعندي اللي ما يحبوش سائل، يعني كل واحد نمشي له على حساب واش يحب. فوالا حبيباتي، درت الحبه الثانيه كملت الحبيبات تاعي كامل بنفس الطريقه. تحطي البطاطا تاعك، تحطي البيضه الفرماج وشويه تاع الزيتون وتغلقي عليه الزيت. ماذا بك الزيت كي تجي تقلي فيه حطيه شويه غامق في المقله، يعني ما تخليش الزيت في القاع، حطيه كميه معتبره. بعد ما يغلي الزيت تاعك ارمي الحبيبات تاعك تاع البوراك. كي يكون الزيت سخون تضمني باللي الحبيبات تاعك ما همش راحين يتفتحوا لك حتى ويتنفخوا بهذه الطريقه، ما همش راحين يتفتحوا نهائيا. وهذا النوع راهو مليح ننصحكم به، يعني اي وحده مبتدئه تحب تعمل البوراك سواء سيجار او هذا المربعات تستعمل ديول العائله راح ينجح معها من اول طريقه يعني، وبمختلف انواع الحشوات. يعني هنا الحشوه راهي سامبل وما تفتحش حتى خطره اخرى. كي تحبي تعملي حشوه سائله ولا حشوه باللحوم ثاني ما راحش يتقطع معك. نتمنى تكون طريقتي نالت اعجابكم وتنجح معكم ان شاء الله. شوفوا حبيباتي كيفاه راهو مقرمش. هنا تعمدت اني نحمره شويه مليح، وكاين اللي يحبوه احمر اكثر من هكا، يعني كل واحد كيفاش يحب. انا نحبه بهذا اللون. شوفوا حبيباتي فتحت معكم حبه تجي بهذه الطريقه، نتمنى تنال اعجابكم.